بس بيظهر المنقذ توني ستارك وفي ثواني بيهزم الإرهابيين اللي واقفين حواليه، وبيحدد الإرهابيين دول وبيقتلهم بالسلاح الجديد اللي في بدلته، وبالفعل بيموتوا بنسبة 100% وبدون ما أي حد من أهل القرية يموت. وقائد العصابة كان عاوز يستخبى بس توني بيجيبه وبيرميه في وسط القرية وبيسيبه عايش علشان أهل القرية تاخد حقها منه بمعرفتهم وبالطريقة اللي ترضيهم. وبيطير بعدها وبيحدد مكان أسلحة العصابة، بس بيتضرب بقذيفة من العصابة وبيقع على الأرض، وبيقوم وبيفادي قذيفة تانية، وتوني بيرد وبيضرب الدبابة دي بكذا قذيفة وبيدمرها، وبعدها بيروح يدمر صواريخ شيراكو اللي ستين باعها للعصابة. وبعد ما دمرها بيطير وراسه بيوصل وبيشوف توني وهو بيطير، والقاعدة الأمريكية الجوية بتعرف باللي حصل وبيتساءلوا مين اللي هجم على العاصمة الإرهابية. وبعدها بيشوفوا قدامهم مركبة بتطير، والجنود بيعتقدوا إن اللي بيطير ده طيارة بدون طيار، والعقيد جيمس بيظن إنه اختراع من اختراعات توني ستارك.